يا سيسي ايه احنا بصنا عليه يا سيسي اصحى فوق يا سيسي اصحى فوق انت ده اصحى يا مجنون ولا كده انت عايز تجيب بتاع الجزيره يلا السلام عليكم انت الجزيره بتاع الجزيره عندنا خلاص يا ده الجيش السلام عليكم الجزيره بتاع الجزيره من عندنا يا ده الجيش الأحرار السيسي باعته $10 السلام عليكم يا قيادة الجيش الأحرار السيسي باعته $10 يا قيادة الجيش الأحرار طب انا بس بصور دلوقتي حاجه مهمه ولا لا الوقت لا الرجال توجه خلال المتدين قلنا بايه ابو اسماعيل فين هنا ابو اسماعيل يجي فين هنا ابو اسماعيل يجي فين مورك يجي فين مورك يجي فين ابو اسماعيل فين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا يا رجال وريد كمان 5 دقايق دي هتهتم من عندنا مفيش عماله بس السلام عليكم ورحمة الله. بعد لكم جميعا ما حدش علق على انا هقوله بعد ما تسمع الرسالة. عايزين عايزين تقريبا بقول عندكم كده عندنا استرار وانت بتوع يا جماعه خلف المنصه وانتوا هنا عند الطبيعه عندنا استرار جماعه تقريبا كده عايزين ايه تقريبا خلف المنصه اللي هيشارك في التقريب ويجي خلف المنصه يا فاتن فريق سيسي احنا بنقول لك رسالة مفيش بعدها ولا قبلها بأمرك انت يا رب ان احنا بنقول لك هتطلع معزز مكرم بس بعد ايه وهنعمل لك مظاهرة ليك ونستسمح الرئيس مرسي انه يقطع تطلع بسلام بس على شرط النهارده بعون الله النهارده كل اللي عندك حاجزهم يطلعوا والرئيس مرسي يطلع الليله يا سيسي يا سعاده الفريق ده بقول لك اهو ده واجب هنعمله معاك عارف ليه؟ عارف هنعمله معاك ليه؟ لان انت جمعتني على قلب راجل واحد في خلال ساعتك الذي لا اله الا هو ما هنرجع بيوتنا الا تنفذ الرساله اللي احنا قلنا لك عليها والا اذا هتعيب عليك تبعت عيال صغيره بلطجيه لا مستنيين ده تبعتك ومدافعك
نسمع لك عند الريس، ما تنزلناش بقى، احنا بعتنا لك رساله وانت حر، انت حر. لو عايز تبقى حر وتبقى طليق وتاخد مكانك ومركزك الله يسهلك، مش عايز هتتفق معانا، مش عايز اقولها لك بقى هتتفق يبقى خلاص انت حر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب استنى نكمل كلمتهم عشان نهار الحدث وحاجه جديده. السلام عليكم. انا عايز اقول لكم كلكم ان احنا بنكتب تاريخ مصر من جديد. كل لاولاده ان هو كان سبب في اعاده. انا هقول لكم على بعض الوقائع خلي بالكم منها كويس قوي عشان اللي لسه عنده امل في امن الدوله يخلوا بقى في المخابرات العامه. انا هقول وقائع وظيفتي، انا خارج الوظيفه خلاص والسبب المخابرات العامه وامن الدوله. انا كنت من ثوار 25 يناير معتصم في التحرير وبقول الكلام اللي بيقولوا من الاخوان هم اللي عملوا الاخوان لما كانت ثوره 25 يناير. ايه دليل على كده؟ الدليل على الجمل من الساعه 2 الظهر يوم الاربعاء الثاني في معارك مستمره لما شفت الشهداء بتخطبوا الحكم وظيفتي. انا ما فتش اثار يعني مصر ده جزء من وظيفتي. لما شفت الشهداء بتخطبوا كان بيحمل الميدان وقالوا شهاده والتاريخ هم الاخوان المسلمين دولهم لسقط الشهداء في النار. وانا من هنا بعلن انضمامي للاخوان المسلمين ومش هنمشي الا نرجع الدكتور مرسي تاني. اللي لسه بيسأل عن غرف التعذيب اللي كانت موجودة للثوار في موقعة الجمل لو سمحت غرفة التعذيب اللي سمعتوا عنها انا شفتها بعمري دخلت فيها يوم موقعة الجمل لما شفت الشهداء منهم كريم بنونا وغيره وامام بوابة المتحف اللي يمسكوا البلطجية والقناصة وكلاب امن الدولة من فوق السطح المقابلة للمتحف المصري. انا انهارت من المنظر وبكيت ابص المدرعات اللي بتخالفنا زمان وبتخوننا دلوقتي عن طريق جهاز المخابرات العامة وامن الدولة. وهجيب لكم الدليل ما حدش يقول لا هجيب لكم الدليل. انهارت وبكيت دخلت ادور على اي حد يطلع من المدرعات يحمينا. احنا كلنا ناس محترمين مهندسين محاميين مفتشين لا نملك الا سلاح الايمان. دخلت بكيت قدام القائد جوه بوابه المتحف المصري. دخلت جوه العسكري منعني قلت له لازم ادخل. فلما دخلت اقسم بالله ان كل كلمه بقولها له هي الصدق. اقسم بالله وحياة ابني الوحيد ان الكلمه اللي بقولها له هي الصدق. نهارت وبكيت قلت له يا فندم قاعدين جوه عند المتحف جوه قاعدين هنا وسايبين الثوار صوت الحزب الوطني. قال لي تعالى عايز ايه؟ قلت له بقول لك عايز ايه؟ طلع قواتك دافع عني. تعالى روح واخدني غصب عني. انا فاكر انه دخلني يحميني. فضلنا ان غرف العذاب والجحيم جوه المتحف المصري. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا عايزين امن الدولة يرجع تاني. عايزين امن الدولة يرجع تاني. يبقى ما تمشيش. الله اكبر ولله الحمد. الله سيسي يا سيسي مصر هو رئيسي. سيسي يا سيسي مصر هو رئيسي. ما طلعنيش من ألف الثوار الحقيقيين اللي كانوا بيحموا الميدان من الاخوان المسلمين. طلعوني غصب عن امن الدولة غصب عن غرف التعذيب اللي في المتحف المصري بيقلب حرايق
ويقولوا الاخوان هم اللي عملوا مقاطع الجنة وهم عملوا الدولة الوقعة الثانية اللي هتثبت لكم دي في الدولة حصلت لي انا شخصيا وخلتني خارج وظيفتي. جهاز مش هقول جهاز كله ولكن بعض افراد جهاز الموضع على الدكتور مرسي الان والموضوع على الثورة 25 يناير جاني في موقع من المواقع اللي انا مسؤول عنها. حصل بعد ثورة وبعد تنحي المخلوع في 11 فبراير قال عايزين ندعم العلاقات مع دول شهادة النيل وعشان مية النيل فجت بعض اجهزة المخابرات الكلام ده اللي بقوله اول مرة واقول حاجات ما هيخطرش على الحد ومش هسكت ضمن بعض اجهزة المخابرات لزيارة الموقع اللي احنا فيه وكان معاهم بعض افراد من جهات المخابرات العامة. قلت انا المفتش المسؤول في استقبالهم طلع بتوع مخابرات حوض النيل تفتحوا وتروق عليهم ووقف معايا ضباط المخابرات العامة بنتعرف على بعض عرفوا ان انا المفتش المسؤول وانا عرفت ان دول ضباط المخابرات العامة شاوروا على بعض الجمل قالوا لي عيد دول بقى بتوع موقعة الجمل فكانوا ردوا قلت له ايوه يا فندم هم دول بتوع موقعة الجمل اللي لولاهم ما نجحت ثورة 25 يناير وهتنجح ثورة 25 يناير غصب عنهم. فراح بصيت لضابط المخابرات كأنه نطقت خاص قال لي ثورة مين؟ ثورة 25 يناير يا فندم ثورة الأمة الشعب المصري العظيم. والله العظيم رد على كلمة لن أنساها. قال الشعب ايه؟ ده شعب ابنه وحشاط الكلمة انا استحي ان انا اقولها. احنا بنقول النهارده ثورة 25 يناير هتستمر وهنرجع الدكتور مرسي النيل غصب عنكم. وخلقنا كويس نهرب نوصل وخلقنا لمش نهرب وفي المهم تكميل تسأل نظلم تسألها الثورة عملت ايه؟ جبنا رئيس الانتخابات شو نسيته بالدبابات جبنا رئيس الانتخابات شو نسيته بالدبابات أكثر منه بس ولو كلمة في ودنك يا حربية كلمة في ودنك يا حربية احنا اللي كسرنا التسوية احنا اللي كسرنا التسوية اللي كسرنا التسوية هنقول الجدع جدع الجدع جدعان واحنا يا جدع هنموت فين ده الجدع جدع والجدع جدعان
واحنا يا جدع هنموت بالنداء الجدع جدع والجبل جبل هنقول لو عصبتوا الشرعية الثورة إسلامية لو عصبتوا الشرعية الثورة إسلامية لو عصبتوا الشرعية الثورة إسلامية لو عصبتوا الإسلامية إسلامية 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 يسقط حكم العسكرية يسقط حكم العسكرية قالوا عسكر يحكم تاريخا عسكر يحكم تاريخا احنا السلطة واحنا الشعب السلطة واحنا الشعب احنا الشعب الخط الاحمر نسكت نسكت حكم العسكر نسكت حكم العسكر انت بتسكت حكم العسكر انت بتسكت حكم العسكر ايوه انا بتسكت العسكر نسكت حكم العسكر عسكر يحكم بدل الليل عسكر يحكم بدل الليل سجن حرب العسكر ما يحكمش ولا انت ما تفهمش الكلام الشعبي كان ما يحكمش العسكر ما يحكمش الكلام الرئيس يمشي الكلام الرئيس يمشي الرئيس هو نفسي الرئيس هو نفسي السيسي يطلع برا الثورة مستمرة السيسي يطلع برا الثورة مستمرة الخالي يطلع برا الخالي يطلع برا بتحب تقول السيسي ايه؟ بتحب تقول السيسي ايه؟ بتحب تقول السيسي ايه؟ بتحب تقول له تواترس 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 ايه؟ بتداويهم اسلامية بتجنبهم اسلامية 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 نسكت حكم العسكرية نسكت حكم العسكرية يلا ساكت ساكت ليه يلا ساكت ساكت ليه السيسي عجبك ولا ايه طب علو الصوت علو الصوت علو كمان علو كمان الثورة رجعت للميدان الثورة رجعت للميدان قالوا لي
تعبناش ابن الشهداء لسه ما جاش ابن الشهداء لسه ما جاش الدولة موجود معانا يجي خلف المنصة لو كان كتير عظام ويجي خلف المنصة وعايزين 50 واحد يساعدوهم خلوا رجالة عايزين 50 واحد يساعدوهم جوه المنصة 50 واحد يساعدوهم جنب المنصة هنا 50 واحد الرجالة فين؟ الرجالة فين؟ طبعا التجميل تجميل 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 خيراتان من جهدين كده مستغرب خيراتان من جهدين كم مليون شهيد عايزين كم مليون شهيد عايزين كم مليون شهيد ما تعبناش ما تعبناش دم اخواتنا لسه ما جاش دم اخواتنا لسه ما جاش بتحبوا تقولوا السيسي ايه بتحبوا تقولوا السيسي ايه بتحبوا تقولوا للعسكر ايه بتحبوا تقولوا للعسكر ايه بتحبوا تقولوا لسيدرس ايه بتحبوا تقولوا لسيدرس ايه كملها الإسلامية كملها يطلع قدر الإسلامية إسلامية إسلامية وانتم تحبون العسكرية بكتب رجلك طلع نارا بكتب رجلك طلع نارا احنا صور الأحرار بكتب رجلك طلع نارا كنا جايهم بالمنظار كنا جايهم بالمنظار كنا جايهم بالمنظار كنا جايهم بالمنظار هنقول ايه؟ طب عايزين دكتور عظام جراحة ولا المنصة؟ دكتور عظام جراحة ولا المنصة؟ هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ يلا يا ملك الدين عشارة يلا يا ملك الدين عشارة واحنا نجيب السكت اشتارة واحنا نجيب السكت اشتارة يلا يا ملك الدين عشارة واحنا نجيب السكت اشتارة ويلا السيف ويطلع عين انا السيف ويطلع عين بكرة نجيبه ونمر جنون بكرة نجيبه ونمر جنون واسكت واسكت حكم العسكر واسكت واسكت حكم العسكر أول بحث ضد العسكر أول بحث ضد العسكر عسكر يحكم ثاني صعب عسكر يحكم ثاني صعب هم السلطة وهم الشعب انتوا السلطة وانتوا الشعب انتوا الشعب الخط الأحمر انتوا الشعب الخط الأحمر حكم العسكر واسكت واسكت حكم العسكر واسكت واسكت حكم العسكر ثم دعني مستهوين كده يا بحث بجد وضعنا المستمعين مش هنرجع الفلوس مش هنرجع الفلوس مش هنرجع الفلوس رجع الفلوس حلو حلو اسمه هاي انا عايز ابقى رايق اسمه هاي انا عايز ابقى رايق انا عايز ابقى رايق وتحب تقول للسيسي ايه؟ تحب تقول للسيسي ايه؟ تحب تقول للعسكر ايه؟ مش عايزينها عسكرية
فكرة النصارى عاملين مليونية نصرانية. تخيلوا يعملوا مليونية نصرانية عالمية كده. عالمية كده. في جميع المحافظات. فلازم نوريهم المليونية بتبقى عاملة ازاي. ورجالة المليونية عاملين ازاي.
الثانية كاس البلد يا الله الثانية الثانية كاس البلد يا الله نفس الله جل جل واحد يعني ايه يعني يوم يا سيسي يوم واحد يعني يوم تكون يعني هو تكون يعني هو تكون يعني فيه أسيسي لحديني أسيسي لحديني واحد يعني يوم واحد سيسي الجنب الواحد سيسي الجنب أسيسي يعني فيه أسيسي يعني فيه أسيسي يعني فيه أسيسي يعني يسكت حكم العسكر يسكت حكم العسكر وشايف بصوت الناس ويعلم بصوته لسه كده مسيد العالم بصوته هو دي من ليه ليه الله أكبر مش عارف بصوته وانت الاثنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبدا مش هتخليني